السلام عليكم، الله يسعد صباحكم يا أحبابي وأصدقائي، مرحبا بكم وسهلا. هذه الترمبة اللي أنتم تحبون. البارح قلت لكم بأعطيكم سالفة الرشيدي وانشغلت الليلة، لكني بعطيكم إياها هذا الحين. واللي سجل السالفة اللي البارح يطرش حالي. الرشيدي هذا خذ له مرة من جماعتهم عقب 5 سنوات حب، ولا معروف الرجال شمالي وأموره كلها على سعة وعلى. خذ المرة ويوم جاء يوم من الأيام وهي لاحقت أن الحلال بالفطور الصباح الريوق في غير عليها قوم، غار عليها قوم ولا معهم واحد إن هنا عقيد القوم عود إن هنا 200 كانها ترايله ما يدخل مع الباب، وراكب على الفرس ومن ثقله من وزنه حاصر الفرس من النص. جاها يوم جاها فلا المرة جمالها يروع، ولها مستترة لابسة أسود في أسود. قال يا بنت أنت من أنت بنته ولا أنت معرسة ولا مطلقة ولا لا؟ حاط عليها شبوح هنا وشيء عنده من روح كيس وخريطة. قالت أنت خدت الحلال وقفيتوا عليه وبتعرف أنا بنت من ولا؟ يقوم يعد فيها تلك القصيدة. قال يا بنت من علمك سرحا بالغنم، الضان ترعى والمعز وقافي. يا بنت لو انش حليله ليه لا لبس شتوب الحريرة الضعفي يلا حسب. يا بنت لو انش حليله ليه لا لبس شتوب الحريرة الضعفي يلا عسم لبس السود العبيض ربش الفم يمين سنافي. قالت انا حليلة من يدل الجارة يغض النظر من جارته عفافي، انا حليلة من يفك ربوعه لصار بالجمعين ضرب شلافي. اصبر وخلي عيونكم للدادة يلحق على حمر صهات تشافي، يهوي عليكم كالعقاب الكاسر مخالبه لرقابكم خطافي، وانساء ما جابه كثيرة مكتف يحرم علي ما يحبه اشفافي، لو روح من بيته بطل حبه بدله بشيخ امه خوافي. فلا يوم درى انها ما اخذت لها واحد مو بعادي ولا يوم دقه باطنه. المهم قالت بتشوف أقف على الحلال وهملها. عودت يوم عودت جات الجماعة ولا إذا العود متراكي. قالت الحلال أخذ، قال يجي إن شاء الله يجي، ولا إله قطير له ما عنده إلا ناقة وحد تنجربع، ومن غديانه ذا اللي نحس خاطر خويه ذا رفيقه جاره حاط ذا الجرباء مع أبله، وهي ذا جرباء وجار إن الجرباء تعلي، والجار ذا ما عنده إلا حمير حتى فرس ما عنده. الجار سمع طراطيش علوم من المرة الحلال أخذ والجرباء معه، وإذا جاء عاد الحمير يمشي طبرونه يخم السيمان خم حلالنا واخذ حلالنا واخذ حلالنا واخذ. قال رجال استريح بس حلالك بيرجع. على هذا الجرباء اللي مكروسته وسط ابن العود ذا. المهم انه ضرب على السبيل وقال لها شدي على الفرس. قال شدي على الفرس، ولا يوم سرح يهق شوي يقول نريد ناقة جارة ما همها بالله نريد ناقة جارنا مثل الوغد لا قال اريد الوغد البشر لا قال ابغي شيء ما تسكت. نريد ناقة جارنا مثل الوغد لا قال اريد الموت لا منه بغاك يجيك لو مطبق حديد ولا مسكر عليك إلا بغاك الموت جاك. المهم سرح تهوش وذا على ثره في الحمير يمشي طبلونه يبند على ثره يذري فيه وإذا طلع من الذرع عود. المهم على ثره ينقطع مختل بينه وبينه. المهم العود لحقهم الساعة 2 الظهر. يوم لحقهم في سدابس هو إياهم طلع يهب المهمات عقيد
وظفر وياكل حصى وامكانيات الحرب كلها كل شيء عنده، فارس مخضرم. المهم انه سوى فيهم الاشمات، يقتل منهم فوق 25 رجال. المهم ويجيب الدب ذا ابو شبوح، يجيبه مكتف يسير، حط على الفرس يقعد يقود الفرس. طبعا هو ما يدري باللي حصل بينه وبين المرأة، ولا يدري بالقصايد، ولا يدري بالمرادة. المهم ويجي يكبها على الرماد، حذبها على الرماد تعانى منحرة. المهم انها رد البل، وتمر هي يوم مرت فلا إذا العود مكب على وجه الرماد. قالت شفت يا كوبان انك بتجي هنا مكتف، ما قلت لك انسان ما جابك يصير مكتف يحرم عليه ما يحب شفافي؟ ايش رايك اخليه يعتقك تروح لهلك، خليه يعتقك تذلف. المهم انها علمت بالمجارات اللي بينها وبينه. قالت الحين وغلاوتي عندك انك تعطيها رحول، وغلاوتي عندك انك تعطيها ذا الرحول وتخليه ينقلع. المهم قال من اجل عين تكرم مدينة، والله انت لو تبغيني اعطيك كبدي اعطيك كبدي، عاد خليه رحول. المهم يفك هجاره، هو كان مكتف، ويعطيها تيك الرحول. قالت يلا يلا يا ابوك، لا ابو قطع اشياء، ما عينت حد تغذيه الا الشيبة اللي مو من لعيباتك. والجار يوم غرت عينه، الجار والله عقلها، والحمير ربطها لقى وجه الشمال يبرد من غديانه، حاط رجله على اثار فرس وراحت عليه مكح. هذه سالفة الرشيدي. والله ما ادري كم بتقيمونها، 12 ولا بتقيمونها 8 ولا بتقيمونها؟ علموني كم انتم بتقيمونه وطرشوا لي في الخاص كم سلندر، وانا اسولف عليكم وانا قد يانس. لكن وعدتكم ذا